النهارده هنتكلم عن المشاعر الإيجابية والحالات العاطفية والعقلية قوية التأثير. هنتكلم عن الانجذاب العاطفي تجاه شخص ما. هنتكلم عن الحب. بس استنى، أنا مش أسامة منير ومش جاي أكلمكم في مشاكل عاطفية، أنا جاي أكلمكم في قضية لازم كلنا نعرفها ونتكلم فيها بشكل علمي. عندي سؤال ليكم وعايزكم تجاوبوا عليه. هو الحب لعبة؟ ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد في كلام علام. عندي سؤال ليكم، هو ايه الحب اصلا؟ هو الحب هو الشعور العفوي اللي بيتولد بين اشخاص معينة، ولا ده شعور بيتم توليده بالاختبار وبالخبرات الحياتية؟ ايه رأيكم؟ كلنا في وقت معين كان في تفكيرنا نحب الناس اللي هنحبهم يكون مواصفاتهم ايه. كلنا فكرنا في كده، صح؟ طب دلوقتي انتوا بتفكروا في كده؟ غمض عينك ووقف الفيديو وفكر كده شوية، مواصفات فتاة احلامك او فتى احلامك هيكون ايه؟ لا مش هقعد مستنيكوا كتير، رجعتوا خلاص. بص، اغلب الاجابات هتكون انا محتاج حد او واحدة او واحد يكونوا طيب، بيخاف علينا، بيفهمنا، بيقدرنا، بيتجاوب معانا، ابن حلال. كلنا بنتكلم في الاريا دي، كلنا بنتكلم في المكان ده. وطبعا اهم حاجة انه يتقبل عيوبنا. بس لو احنا بقى ايه، بعد ما فكرنا كده شوية وحطينا قدامنا كل الحاجات اللي احنا عايزينها في الشريك او في الطرف الاخر، لو احنا قلبنا الموضوع، يعني لو قلنا ان الطرف الاخر برضه هيطلب مننا نفس الحاجات اللي احنا طلبناها، هتقدر تعمل كده؟ عايز بقى اديك شوية طاقة ايجابية او اديك شوية طاقة ايجابية واقول لكم الحقيقة ان في الغالب لا، مش هتعملوا كده. وليه بقى مش بنعمل كده؟ مش بنعمل كده عشان مشكلتنا الكبرى مش في اننا نلاقي شريك مناسب، مشكلتنا الكبرى هي اننا مش عارفين نحب نفسنا صح. لازم نتعلم نحب نفسنا ونقدرها علشان اللي قدامك يعرف ازاي يقدرك وازاي يحبك. للأسف في كتير مننا بيتعاملوا مع نفسهم بقسوة مبالغ فيها، دايما بيقعدوا يقولوا إن هم غير جديرين إن هم يتحبوا، أو إن هم فيهم صفات وحشة كتيرة جدا ودي بتبعد الناس. بيعاملوا نفسهم بقسوة كبيرة وبيبقوا محتاجين اللي حواليهم هم اللي يعاملوهم كويس. طب تفتكر يعني بعد ما تعامل نفسك بالقسوة ديت، هل الطرف الآخر المفروض إنه هيعاملك كويس؟ لو قلنا مثال، يعني ان في شخص ما اسمه مثلا احمد كل فترة يرتبط بحد ويبقى راسم ان ده اللي هيكمل معاه المشوار، وفجأة يسيب. تفتكروا المشكلة بتكون في مين؟ في الناس الكتير اللي هو بيسيبهم، ولا في احمد نفسه؟ في الغالب الشخص اللي بنتكلم عنه او في المثال اللي احنا قلناه احمد مثلا، هتلاقوه دايما بيقول ان في مشاكل كتيرة هي اللي بتعوق ان العلاقة تستمر، لكن هنلاقيه في حياته وفي شخصيته دايما بينتقد نفسه كتير. وزي ما قلنا، زي ما هيعمل مع نفسه هيعمل مع الناس. وكده للأسف هو مش بيظلم الناس، هو بيظلم نفسه في الأول. والشخصيات اللي بالشكل دوت مش بس بتخسر الناس اللي بيبقوا عايزين يرتبطوا بيها، لا ده بتخسر كل الناس اللي حواليها. حاجة مهمة جدا لازم نبقى عارفينها، ان الارتباط والحب مش اجبار، يعني مفيش حد يعيش لوحده وهيموت مثلا او هيحصل له حاجة خالص. فلو سمحتم بقى نعقل كده وما ناخدش الخطوة ديت غير واحنا واثقين من مشاعرنا، واثقين من نفسنا، واثقين من فكرنا هيحصل فيه ايه. نيجي بقى للموضوع بتاعنا النهاردة في اصل الامر. هو الحب لعبة؟ ايه رأيك؟ عايز اقول لكم ان الحب لعبة، الحب لعبة وليها قواعد. دايما لما كنت بسأل حد من اصدقائي او الناس اللي حواليا على السؤال دوت، هو الحب لعبة، كان بياخدها على ان الحب لعبة بمعنى ان هو تهريج او هزار. لا، اي لعبة في الدنيا بيكون ليها قواعد، والحب لعبة بالفكر دوت ان الحب ليه قواعد. واول قاعدة لازم تبقى عارفها لما تخش التراك دوت، انك تبقى الاول فاهم انت عايز ايه، ايه اللي هيخليك مطمن، وايه العيوب اللي تقدر تستحملها. فنمشي كده بالتدريج مع بعض. يبقى الاول تحب نفسك، والحاجة التانية انك تفهم نفسك.
كلنا لازم نكون فاهمين ان في جزء كبير من تربيتنا ومجتمعنا والبيئة اللي حوالينا بتكون مأثرة فينا من جوانا، حتى لو احنا في العادي مش واخدين بالنا. في حاجات كتيرة مهمة لازم نخلي بالنا منها واحنا بنختار الشريك الآخر اللي هيكون معانا. جزء منه التربية، معتقدات، أفكار، الحاجات دي مهمة جدا. وفي حاجات تانية ثانوية بقى ديت اللي للأسف في ناس كتيرة بتهتم بيها الأول، اللي هو طول الشعر، الشكل، التفاصيل الضيقة دي. وفي حاجة مهمة جدا 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 عايزين نخلي بالنا منها، هي ايه العيوب اللي ما ينفعش تستحملها، ايه الحاجات اللي لو موجودة بأي شكل من الأشكال مش هتقدر تتحملها أو مش هينفع يكون فيه توافق بينك وبين الشريك الآخر. مثلا في ناس ما بتحبش حد يكون مدمن مثلا، او يكون عليه احكام جنائيه سابقه، او من عيله معينه، او ساكن في مدينه معينه، او ذو خلفيه تعليميه معينه، او اتربى في مكان معين. كل التفاصيل ديت في ناس بالنسبه لها الموضوع لو جه من الناحيه ديت بيكون مقفول تماما، وده كويس. خلاص بيبقى واثق وعارف ان هو مش هيقدر يتقبل الانسان من الخلفية ديت او من المكان دوت او اللي عنده المشكلة دي. ولو انت بقى وصلت لغاية دلوقتي معايا في الفيديو كده تبقى انت تمام وزي الفل، عديت المرحلة الاولى. تخيل ان كل اللي انا قلته دوت هي لسه المرحلة الاولى. ونيجي بقى يا حلوين للمرحلة التانية. المرحلة التانية معناها الرؤية. يعني ايه الرؤية؟ يعني احنا شايفين الموضوع بتاعنا ده واصل لغاية فين، هيبقى شكله ايه. وهنا لازم يكون الفكر واحد او متقارب او واضح، بمعنى ان مثلا ما ينفعش واحد يتجوز واحدة علشان تخلف له 10 عيال وهي كل دماغها ان هي عايزة تتجوز عشان تتفسح وتخرج، او مثلا هو عايز يخليها تبقى ست بيت وهي عايزة تكمل طموحها وتشتغل. الحاجات دي لازم تكون واضحة، لازم يكون عارفين الرؤية بتاعة العلاقة ديت واصلة لغاية فين. وهنا يا حلوين لازم نبقى فاهمين ان الرؤية او المرحلة التانية ديت ما فيهاش صح وغلط، فيها توافق او عدم توافق، ما فيهاش حلول وسط. ها يا حلوين، خلصنا كده المرحلة التانية. حلو، شفتوا الموضوع بقى سهل وسريع ازاي؟ نخش بقى على المرحلة التالتة. كل واحد فينا جواه خوف. الخوف ده هيكون من تجربة احنا مرينا بيها او حد قريب مننا مر بيها. ممكن يكون نتيجة التفكير زيادة عن اللزوم بالأفكار السلبية، أو ممكن يكون عندنا جينات شوية بتاعة تميل إلى الكآبة والنكد. ممكن نكون بنتوقع في حياتنا الفشل وبنرسم سيناريوهات سيئة. وفي المرحلة دي بقى لازم نتعلم السيطرة على المشاعر السلبية، لأننا بكل بساطة لو فكرنا فيها بشكل كبير هتحصل، واللي بيخاف من العفريت بيطلع له. وفي فيديو هنتكلم فيه عن فيزياء الكم وهتعرفوا ايه علاقة فيزياء الكم باللي انا بتكلم فيه دلوقتي دوت. الفيديو ده بقى هتعرفوا. خليكم متابعين الفترة اللي جاية دي في حاجات كتير حلوة. اما بقى الخطوة الرابعة، خد خطوة. اول يا حلوين ما بنبتدي بقى نخلص المراحل السابقة دي كلها ونيجي في المرحلة الرابعة وناخد خطوة، في حاجات كتيرة بتظهر. اول ما بنتحرك ناحية اللي احنا بنحبه او عايزين نرتبط بيه، خلاص بنتحرك بكل مشاعرنا ونبقى عايزين نوصل لأقصى مراحل السعادة في أسرع وقت ممكن، وده بيغيب جزء كبير من العقل. وهنا لازم نكون فاهمين وواعيين وعارفين ان الموضوع ستيبس، خطوات ولازم نمشيها. اولها الانجذاب او الاتصال، وبعديها الاستكشاف زي اللي هي بتاعت مكالمات ال5 ساعات بتوع كل يوم. وهنا يجي الحاجة المهمة جدا 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 ان 90% من البشر ما بيعملوهاش، وهي الصراحة. وبعدين نوصل لمرحلة التقييم. وفي كل المراحل ديت لازم نكون يعني عندنا جزء من الصدق مع نفسنا. يعني انت هتستفادوا ايه لما انا اكذب على شريكي واقول له ان انا في ظهرك ومعاك وما تقلقش والدنيا تمام، ولما يجي موقف كبير محتاج ان شريكي يكون واقف معايا يقوم سايبني وماشي؟ احنا الاتنين خسرانين في الموضوع دوت، مفيش حد خسران لوحده. اي علاقة ليها طرفين، الطرفين هات وخد، علاقات متبادلة. مفيش حد في الدنيا، مفيش علاقة في الدنيا بتتبني بواحد بس، ومفيش حد في العلاقة دي لما بتبوظ واحد بس بيخسر، الاتنين خسرانين. مشكلة الدراما سواء تلفزيون بقى، إذاعة، سينما، حتى في الروايات بيجيبوا كل المشاكل هي قبل الزواج، وبعد الزواج خلاص الفيلم عادة بينتهي بالكوشة ويوم الفرح اللذيذ. مع ان الحياة الحقيقية، الحياة الصادقة بتبان بعد الجواز، في المواقف الحقيقية
اللي بين الناس. استنونا، في حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها وحاجات منوعة كتير، بس استنونا الفترة اللي جاية هيكون في فيديوهات كتير في كلام عنها.